السلام عليكم الاخوات الغاليات المشاهدين ديالي. كنشكركم بزاف على الكومونتيرات الزوينين ديالكم، الناس الجزائر، مصر، المغرب، العربي كله. المهم شكرا بزاف على الدعم ديالكم والتتبع ديالكم لينا. المهم عندنا الان فيديو بسيط وسهل. نوضي دابا صوبي سميتو قوتي لوليداتك، مقادير بسيطة. تبعوا معايا تتعرفوا شنو كاين. بسم الله. عندنا هنايا لو جو ديال لو سيترون، هنا حكيت واحد الحامضة تيجي لو جو ديالها زوين، وعندي هنا بيضة كاملة بحال هكا. المهم عندي هنايا كاس السنيدة، ندير جميع المقادير، كاس لاروب ماشي كاس. عندي هنايا كاس الحليب او كاس اللبن او كاس الماء او كاس دانون اللي كان عندك متواجد. عندي هنا نص كاس تاع الزيت. غادي نخلط هاد العناصر كامله بالطراب اليدوي. بغيتي ديري ليه الطراب كهربائي ديريه، بغيتي ديريه بهذا اليدوي عادي. المهم ديال الدقيق بحال هكا، الدقيق بشويه بشويه. وغادي نوضع كذلك الخماره بحال هكا، خماره ديال الحلوى. ونجمع الخليط هذا كله بحال هكا كمليه. بغيتي تصاوبيه بالطراب الكهربائي باش كتيقني ما كيبقاوش الحبيبات كاع. انا غادي نكملو بالطراب الكهربائي. انا درتو في هذا المول هذا حيت عندي لاطا اوفال بزاف، ونديرو في الفرن. نتلاقى معكم في الشكل النهائي ان شاء الله. انا خليت هنا 2 معالق من هذا العجين وزدت عليه سميتو الكاكاو، والان انا كنزين به هكايا اللاطا. بقاو معايا ما تمشيو فين، وعاد غندخلها في الفران ان شاء الله. راني بديت انا بعدا بالتزيين. ندير لها بهذا الشكل هكايا نتوما عارفين. عندي المول هي اللي ما مساعدونيش، حيت كون كانت اللاطا غتجي ساهله. المول جايه مزيره شويه. المهم نقضي باش ما كاين. الان ملي كملت هذوك الطبقات انا كندوز به هكايا بالكيردون. وعاوتاني الا بغيتي ديري العكس عاوتاني تعاودي دوزي هكا. بغيتي تخليهم غير هكا كتكتفي بهم بركه كيجي. المهم الشكل راه باين صافي. وغادي نديرها في الفران ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. سمحوا لي كنبدا نصوب، كنكمل وكنسى راسي بلي كنصور. المهم انا ملي قلبتها وقطعتها على 2 هانتوما كتشوفوا. الان انا كندير لها هنايا عندي سميتو دانيت. نتي الا كان عندك سميتو الكونفيتير ديريه لها، اي حاجه كانت عندك باش غدهني ديريها لها، لكن الاختيار فهمتي. انا غير حيت تواجد عندي دانيت داكشي علاش صافي. وغندير وحده على وحده. هاد المره درتها صغيره حيت ما قلت لكم ما عنديش المول ديال اللاطا، عندي اوفال هذه اللي راه دايره فيها شتي. غادي تجي صغير وغادي تجي محلوله. ولكن مره اخرى غادي ناخذ اللاطا ونعاود نصاوبها معكم ان شاء الله. وغادي ندير وحده على وحده بهذا الشكل هذا، وتجي على هذا الشكل تجي زوينه صافي ان شاء الله. وغادي نقطعها معكم ملفاي كيكه ملفاي. المهم كنتمنى تعجبكم، دعمونا وشجعونا. كيكه بيضه وحده بسيطه وسهله، تقدري تصوبيها في اي لحظه. مقادير انا كثرت لها دانيت، كثرت اللي كيعجبني دانيت كثرت فيها دانيت. هانتوما كتشوفوا شتيو، لكم الاختيار. صوبوها باش بغيتو تصوبوها، قطعوها مربعات ولا قطعوها مستطيلات ولا داكشي
التزيين كيبقى من الاختيار ديالكم. المهم انا كنقطعها بالطريقه هذه. جات هشيشه ما نقول لكمش، عرفتي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه، الفاي. نتمنى يعجبكم وتدعمونا وتشجعونا. انتم شفتوا كيفاش جات رائعه. اما هشاشه نم 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 نم، عرفتي. شوفوا ها هشيشه. ودابا درتها انا في المول هكاك، مره واحده اخرى غنديرها في اللاطه كتجي احسن، كتاخذ لي سباس هكا طويله فين تجي. وهذا ما دارت ليا هي. هذا هو القياس اللي داركم الفيديو. الكومونتيرات الزوينين وشو ما تمنيتو. ما تنساوش اللايكات. سلامه.